بعض الاخوات كانوا طلبوا مني نتقاسم معاهم الحريره المغربيه الاصيله على طريقتي، فاليوم عاد كنت باش نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه وكتجي لذيذه. اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي مطيشه. عندي هنا واحد 4 ديال الحبات ديال المطيشه، ممكن ديروا غير 3 كافيين. كروي بشويه ديال الماء باش تسلق وصافي. في خلط كهربائي عندي واحد حبه ديال البصله متوسطه، وعندي قبطه ديال الكرافس، عندي قبطه ديال المعدنوس، وعندي قبطه ديال القزبر، وغادي نروي بشويه ديال الماء وغادي نطحن كلشي. في كوكوط غادي ندير الحمص، شويه ديال تقطع ديال اللحم، وغادي نخوي داك الكرفس والقزبر والمعدنوس اللي طحنت والبصله، كروي بشويه ديال الماء، وكندير واحد خوي ديال الزيت، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال قزبر يابس مطحون، واحد عويد القرفه، وراه كندير حتى السمن وشويه ديال السكينجبير، حيت دابا راه ما بقاش عندي ما درتهمش. غادي نشد الكوكوط ديالي مزيان وغادي نديرها الصفاره وغادي نخليها طيب واحد نص ساعه. بعد ما تسلقات ليا مطيشه غادي نطحنها اما في العشوار ولا مولينيكس. من بعد صفيتها باش كنحيد منها داك الزريعه والقشور. من بعد ما مرت واحد نص ساعه كنتاكدوا من الحمص واش طايب. الا كان هاري على الشكل هذا كنضيفوا داك الصلصه ديال الطماطم اللي قدينا، وكنروي بالماء من الاحسن يكون غليان، وكنضيف شويه ديال العدس وكرد الغطايه وكنخليها حتى كتغلي. كندوزو نحضروا التدويره. عندي هنايا 2 كيسان ديال الماء ونص لفه ديال الدقيق، وغادي نطحن هادشي كامل مزيان. من بعد ما طحنتهم كنصفيهم في الصفايه هكا باش ما كيبقاو ليش ديك الكويرات ديال الدقيق، وكندور بها الحريره تدريجيا، كنخوي بشويه بشويه مع التحريك المستمر باش ما كتكورليكمش. ثم ضفت الطوماط كونسونطري، بقيت كنخلط، ما وقفتش تحرك نهائيا حتى دابت. من بعد ضفت كنور، ضمت البنه عندي هنا ديال الحولي، ضفت الرز الصفر، ديروا غير شويه ما تكثروش بزاف باش ما تثقلوهاش عاوتاني. وفي هذه المرحله ما توقفوش تحرك نهائيا. كيف ما كتعرفوا الشعريه والرز راه كيتعجنوا وكيهبطوا للقاع الا وقفتوا التحراك وصافي. من بعد بربع ساعه كنضيف الشعريه عاوتاني، بربع ساعه كنضيف شويه ديال القزبر مقطع وواحد عصره ديال الحامض وصافي. كتكون حريره واجده، راه كتجي بنينه بزاف وما تشبعوش منها. وإلا جربتوها شاركوا معايا تطبيقاتكم في الانستغرام، وما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد فيديوهات. ورمضان كريم وبصحه وراحه بسلامه.